صباح الخير على كل من قاعد يتابع برنامج صباح الخير الكويت. أنا موجود حاليا في مركز سلطان الشعب، راح نغطي رحلة سياحية تثقيفية من رحلات فريق كويت كيدز كلاب. راح تستمتعون معنا في هذه الرحلة، لكن خل أرحب زميلتي طيبة. صباح الخير طيبة. صباح الخير عبد الله، احنا تجمعنا بمجمع بلازا حولي مع الأستاذ سجل الشاطي وفريق كويت كيدز كلاب، ومتوجهين حاليا إلى مركز سلطان الشعب. انتظرونا. معنا الحين مشاهدينا المدير التنفيذي للكويت كيدز كلاب سجل الشطي. صباح الخير. صباحك خير. هلا اخوي عبد الله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. سجل، يمكن تعودنا احنا مع كويت كيدز كلاب على مجموعه من الرحلات ترفيهيه تثقيفيه تعليميه حل الاطفال. نتكلم عن رحله اليوم شوي، قاعد نشوف انها مختلفه، كلمينا شوي اكثر عنها. اليوم رحلتنا مع مركز سلطان فرع الشعب، رحلتنا وايد مختلفة، طبعا كل رحلة غير عن الثانية. اليوم حبينا نغير شخصية الأطفال، نعطيهم ثقة بالنفس، احترام للناس، طريقة الترتيب، طريقة التنسيق. طبعا هذا كله راح يساعدهم بحياتهم سواء الحين أو بعدين. الحين المشاهدين اللي قاعد يتابعون اولياء الامور الاطفال اكيد متحمسين انهم ينضمون حق هذا النادي. اذا نتكلم عن طريقه الاشتراك شلون راح تكون؟ عندنا بالانستغرام، عندنا عن طريق الاتصال او الواتساب. في فورمة معينة تعبى، طبعا فيها كل الانفورميشنز عن الأطفال، محتاج صورة البطاقة المدنية وصورة شخصية بس. كلهم الاكونت على انستغرام Q8 كيسي. رحنا رحلة السيارات وتعلمت منها قواعد المرور ووايد أشياء، والحين احنا بمركز سلطان وتعلمنا منها التنظيم والتعامل مع الجنسيات الأخرى. اشتركت بالعديد من الرحلات، رحنا مارينا كريسن ورحنا مسرحيات وحفلات وبرامج. الحين احنا حاليا بمركز سلطان ومدينا رحلة عشان يعلمونا شلون نكون واثقين من نفسنا ونتعامل مع الناس والآخرين، وشلون نرتب ونشوف اللي يشتغلون هني شلون حياتهم هني. أنا اسمي زينب، أنا مشتركة بنادي كويت كيدز كلاب، هذه ثاني مرة أشترك فيها. المرة اللي طافت رحنا مارينا كريسن، لونا وتعلمنا وايد أشياء وثقة بنفس. أشكر أستاذ أبو سجا وأستاذ وهاب على هذه الرحلة. شفتوا معنا مشاهدينا فريق كويت كيدز كلاب ومجموعة من القيم اللي تعلموها اليوم في هذه الرحلة التعليمية التثقيفية. اللي حاب يضم عياله حق هذا النادي أكيد راح يتعلم مجموعة من المبادئ الجميلة. وصلت معاكم الحين حق الختام، خلينا ننتقل حق طيبة. زميلي عبد الله، وصلنا للختام، نتمنى انكم استمتعتوا بتقريرنا اليوم، وان شاء الله دائما نكون بخدمة وطننا الكويت. عودة إلى زملائنا في استوديو صباح الخير يا كويت.